من المتوقع أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الدولة التي ستنظم نهائيات كأس آسيا عام 2019، وبات في حكم المؤكد أن تنظم الإمارات النسخة القادمة. الإمارات ستنافس إيران أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي، ويوسف السركال رئيس الاتحاد الإماراتي تحدث لمراسل فرانس 24 ظفر الله المؤذن عن ملف بلاده وحظوظها في استضافة الحدث للمرة الثانية في تاريخها. أكيد النجاحات السابقة في استضافة البطولات المختلفة ونجاحها والثناء المستمر الذي يصدر من سيد بلاتر يعني بعد كل استضافة، هذا يروج إيجابيا لصالح الإمارات في هذا الجانب. المنشآت اللي موجودة لو قارناها مع المنشآت اللي موجودة في إيران، المنشآت في إيران قديمة ما تجددت من سنوات طويلة. عندنا احنا الحمد لله المنشآت متكاملة، وسائل الترفيه، وسائل الراحة، التواصل أو خلينا نقول سبل نجاح التغطيات الإعلامية، سهولة التغطية الإعلامية سواء كان في نقل المباراة سواء كان بالنسبة للصحافة.